انا تنتمنوا منكم بانه هذه الفئه ديال الناس البارح هما واقفين قدام البرلمان، حنا حشمنا مثلا وحدين اخرين مرحبا، ولكن الائمه ديالنا الناس المثاليين في الدوار في القبيله في الشر هما اللي يجيو يحتجوا، هذو ما تنقبلوهاش في المجتمع ديالنا. باش هذه الفئه ديال الناس عندهم الحق ديال الموظفين جميعا، ما موظفين ديال الدوله. هذه رساله لك يا امير المؤمنين، رساله من ولاد الشعب المسلمين، كنطالبوا بتحسين اوضاع رجال الدين، ائمه والمؤذنين كيعاني ومساكين، ماشي معقول نشوفوهم قدام البرلمان، بغاو شويه ديال الكرامه يعيشوا في امان. رجال الدين هما احسن ناس، العار ما سولوهم وشوفوا اشنو خاص، هما قانعين ولكن خاص تفهم كيفاش يخلص الكرا، كيفاش ولادو يعلم، كيفاش غادي ياكل، كيفاش غادي يلبس، كيفاش غادي يعيش ب 800 درهم، وسيد التغطيه الصحيه كاع ما كايناش، الدور ديالهم في المجتمع ما نكرناش، من حقهم يكونوا موظفين بالسلم. قلت كلامي هذا كنقول الله اعلم. هذه رساله لك يا امير المؤمنين، شوف من على ذاك الامام مسكين، شوف من على ذاك المؤذن زاد الهم، ماشي معقول يتخلص 800 درهم. هذه رساله لك يا امير المؤمنين، شوف من على ذاك الامام مسكين، شوف من على ذاك المؤذن زاد الهم، ماشي معقول يتخلص 800 درهم. اسم الائمه اسم الكتاب والسنه، امير المؤمنين غير حاول تفهمنا، 800 درهم قول لي شنو نسوياه، زيد الضوء والماء والمعيشه الغاليه، وزاره الداخليه ديما عليهم وصيه، عيو في الطلبات حتى ودن ما ليهم صغيه، ملوا الاحتجاجات والحكومه ما سمعاشي، وزاره الاوقاف كنشوفها ما واقفاشي، كتعرف غير تدخل الفلوس ما خرجاشي، ما على بالها بالامام هذاك سوق وما سوقاشي، حشومه وعيب وعار يتعاملوا بهالطريقه، 800 درهم خلصه ولا تدويقه، حامل لكتاب الله يواجه الحقيقه، ايمان قوي بالله واخا شابر شعر رقيقه، عليها جواب كنتينا وعملوا فيك الثقه، راهم عندهم غير الله وزيد انتينا في ساعه الضيقه. هذه رسالة لك يا أمير المؤمنين، شوف من على ذاك الإمام مسكين، شوف من على ذاك المؤذن زاد الهم، ماشي معقول يتخلص 800 درهم. هذه رسالة لك يا أمير المؤمنين، شوف من على ذاك الإمام مسكين، شوف من على ذاك المؤذن زاد الهم، ماشي معقول يتخلص 800 درهم. يعني من المطالب ديالنا اللي تنطالبوا بها هي رفع وصايا وزارة الداخلية عن أئمة المساجد، تحسين الأوضاع المادية والمعنوية، تكون الاستقرار عند الإمام، تكون يعني استقلالية المنابر، يعني باش المنبر تكون عنده يعني الرسالة ديالو توصل كما بغى الله تبارك وتعالى، يعني وترفع هذا الظلم على الائمه، لان راه تمارس عليهم واحد الظلم كبير بزاف. هذه رساله لك يا امير المؤمنين، شوف من على ذاك الامام مسكين، شوف من على ذاك المؤذن زاد الهم، ماشي معقول يتخلص 800 درهم. هذه رساله لك يا امير المؤمنين، شوف من على ذاك الامام مسكين، شوف من على ذاك المؤذن زاد الهم، ماشي معقول يتخلص 800 درهم.